يا صباح الفل. خلاص فاضل تقريبا أسبوع على نهاية السنة وبداية سنة جديدة كلها خير وأمل وتفاؤل. أنا مش هعمل السنة دي الفيديو بتاع الأهداف والإنجازات زي كل سنة، لكن حابة أقول حاجة صغيرة كده مختلفة شوية. عايزانا نعمل إيه السنة دي؟ أيا كان اللي مرينا بيه السنة اللي فاتت، عايزاكوا تبقوا ممتنين ليه. أيوة، ممتنين ليه حتى لو كان وحش يا هبة. أيوة، حتى لو كان وحش. عايزين نبص بنظرة مختلفة السنة دي للي حصل في السنة اللي كلها اللي فاتت. حصلت أحداث حلوة، أكيد حصلت أحداث حلوة. حصلت أحداث وحشة، أكيد حصلت أحداث وحشة. لكن يا ترى هنقف عند الحدث الوحش ونقول يا رب ما يحصلش تاني، ولا هنقول الحمد لله إن ده حصل علشان نتعلم منه إن احنا نكون ممتنين للخير والأحداث الحلوة. الفكرة إن أنا عايزانا نشوف كل حاجة حصلت بنظرة إيجابية، علشان اللي حصل ده علمنا إننا نتفاداه إن شاء الله لو حصل تاني. علمنا قيمة النعم والحاجات الحلوة الصغيرة اللي بتحصل في حياتنا. علمنا أصلا نحس بقيمة الحياة في حد ذاتها. الحياة نفسها يا جماعة، الأيام اللي بتمر علينا، الأسابيع اللي بتمر علينا، دي نعمة كبيرة من ربنا. فإحنا مش عايزين نقعد ولو لحظة واحدة نعيط على حاجة حصلت ونقعد نتضايق إنها حصلت. خلينا نتفائل ونبص للسنة الجديدة إن شاء الله إن هي سنة الحصاد. سنة الحصاد بقى بتاعت إيه؟ بتاعت الحاجات الحلوة اللي حصلت السنة اللي فاتت، وبتاعت تجنب الحاجات الوحشة اللي حصلت السنة اللي فاتت. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يا رب 2026 تكون سنة سعيدة علينا جميعا، ونشوف فيها حاجات كتير حلوة نتمناها، دايما بنتمناها كلنا، ونحقق فيها كل اللي احنا عايزينه، ونكون فعلا اتعلمنا من أخطاء الماضي ونتجنبها في اللي جاي، ونحس بقيمة كل لحظة حلوة بتعدي علينا واحنا بصحة وبسعادة وحبايبنا حوالينا. خلينا دايما يا جماعة شايفين نص كوباية المليان. مفيش حياة كاملة كلها حلوة ومريحة، لكن في رضا وامتنان ويقين في الله إن اللي جاي أحلى.